السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا بقى شوفوا المانجا اللي جات لنا من الأرض وكانت حرفيا زي الحجر. تعالوا شوفوا استوت وبقت طعمها تحفة ولونها خطير. كمان عملت منها العصير اللي يجنن ده. تابعوا الفيديو للنهاية وشوفوا انا عملت ايه. الأول جات المانجا بالشكل ده من الأرض مباشرة، طبعا لا غسلتها ولا عملت فيها أي حاجة. هي كانت زي الطوب بالظبط، يعني لونها حلو خطير كده. بس لما جربنا وفتحنا واحدة كانت لونها أبيض وما فيهاش أي سوائل، ناشفة جدا حجر، فمش هينفع طبعا تتاكل. ليه جات لنا من الأرض كده؟ لأن هما تقريبا 5 شجرات. فالعصافير هتاكلها لو استنى ان هي تستوي، او اي حد هينزل الارض ياخدها، يعني من اي حد معدي على الطريق يعني. فكان لازم نجمعها يعني حفاظا عليها يعني. فجبناها. تعالوا بقى اوريكم انا بعمل فيها ايه علشان تستوي معايا. وما ينفعش طبعا اوديها تلاجة فاكهة او حاجة لان الكمية ما تستاهلش. انا كانت عندي الكمية دي وقدها كمان مرة، قدها كمان مرة اديتها لحد واخدت انا دول. قلت اسويهم في البيت. هتجيب بقى ورق جرايد او ورق كتب عادي، اي ورق عندك، كراسات، اي حاجة، ونبتدي نلف بيها المانجاية. كل مانجاية كده في ورقة ورقتين علشان تتغلف كويس جدا. ويعني هي دي انت بتكمريها او بتحفظيها. الطريقة ديت هي بتسوي معانا المانجا. هنبتدي نلف كده فيها. طبعا هما في الارض بيلفوا المانجا دي بالورق او هي على الشجر، بس علشان العصافير ما تاكلهاش، مش عشان انها تستوي، لا عشان العصافير ما تاكلهاش وتتسلى عليها يعني. فاحنا بنمسك بقى المانجا بالشكل ده، بنلفها كلها بالورق، كل مانجايه بورقه ورقتين لحد ما نخلص كل الكميه اللي معانا. الطريقه ديت حلوه قوي، انا بعملها بقالي كذا سنه والحمد لله جايبه نتيجه كويسه جدا معايا وبتسوي معايا المانجا في وقت قصير. نجيب بقى اكياس سمرة، ونلف فيها المانجا اللي احنا لفيناها في الورق ده. نحط كل مثلا 2 3 في كيس ونربط عليه كويس جدا علشان خاطر نعتمها، يعني نقفلها عليها الضوء والهواء، ما ندخلش عليها اي ضوء ولا هواء. بالشكل ده انت بتكمريها تستوي معاكي اسرع. وكمان ان الجو كويس اوي اليومين دول، فهتستوي يعني اللي هي الجو حر، درجة الحرارة كويسة، فبالشكل ده هتستوي معاكي بسرعة خلال مثلا اسبوع، 5 ايام. لو الجو عندك مش حر قوي او المكان اللي انت حاطاه فيها مش حر، هتغيب شوية اسبوعين مثلا، بس هي ان شاء الله مش هتعدي ال10 ايام يعني، وهتستوي معاكي وهتبقى زي الفل. انا بقى بعبي كل كيسين كده، كل منجيتين 3 في كيس علشان ما تاخدش معايا مكان كتير واكياس كتير. الطريقة دي بقالي كذا سنة بعملها، كل ما زوجي يجيب مانجا من الارض بتبقى ناشفة زي الحجر كده، ودايما بيجيب الكيت. فدي بتبقى حلوة قوي وبخزنها وبسيبها للعصاير، او لو قطعتها في اي حلويات عاملاها. الكيت ما بتنزلش مية كتير فبتبقى حلوة قوي في الاستخدام. نبتدي بقى نربط الكياس كلها ونخرج منها الهواء وندخلها بقى الايه الدولاب، المطبخ. ضرفة تكون معتمة كده فيها مثلا مفروشات او اي حاجة بندخلها فيها علشان خاطر ما ندخلهاش اي هواء او ضوء. ان شاء الله مش هتغيب معاكي. انا في اخر الفيديو هقول لكم هي قعدت تقريبا قد ايه معايا لحد ما استوت. بس عشان انا عارفة ان طبيعة بيتي في شمس وفي حرارة، درجة الحرارة بتبقى عالية لان انا في الدور الاخير، فان شاء الله مش بتغيب معايا يعني. ان شاء الله مش بتغيب، مش بتكمل الاسبوع وتكون استوت وبقت زي الفل. وهفرجها لكم دلوقتي و... وان شاء الله تجربوا الطريقة وتعجبكم كمان. نقفل بقى الكياس كويس كده. انا بعد ما حطيت كل منجيتين 3 في كيس، جمعتهم كلهم في كيسين كبار علشان بس ابقى عارفة ان هم كلهم مع بعض. وهبتدي ادخلهم بقى دولاب المطبخ او دولاب المفروشات علشان الدولاب ده مش بيتفتح كتير. واستنى عليهم الكام يوم دول ما نشوفوا الطريقة. هنبتدي بقى نشوف الاكياس. طبعا الحمد لله الكيس الاسود الكبير ده خلص.
كان كل ما ولادي يلاقوا حاجة مستوية يطلعوها وتتاكل على طول. طعمها تحفة مش عايزة اقول لكم. تعالوا بقى نشوف الكمية اللي اتبقت. المانجا بصوا لونها اتغير تماما، وطبعا هتعرفيها ازاي انها استوت، ريحتها طلعت، وكمان بتحسسي كده على الكيس تلاقيها ان هي بقت طرية جوه الكيس. بصي، وانتي بتشيلي الورق بتلاقي الورق بايش، الورق عرقان، عرقان بجد من المانجا من السخونية اللي كانت فيها. فهتبتدي بقى نطلع المانجاية كده منجاية، وتبتدي عايزة تدخليهم الفريزر، عايزة تقطعيهم وتاكليهم زي ما احنا عملنا زي ما انت تحبي يعني. وبألف هنا وشفا طبعا. غسلت لكم منجيتين، وتعالوا بقى هفتحها لكم واوريكم هي من جوه عامله ازاي، وازاي ان هي بقت مستويه في الاسبوع او ال10 ايام زي ما قلت لكم، حسب درجه الحراره جوه البيت او المكان اللي انت هتحطيها فيه. انا غسلتها هي الحمد لله ما كملتش معايا الاسبوع، وكانت مستويه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طعمها تحفه، وكان لونها خطير، وفي العصير كمان حلو قوي. بألف هنا والشفا طبعا اللي كل. انا بصراحة هدخلها الفريزر دي، واما اجيب تاني بقى من الارض او من المحلات هبقى اسيبها ديت للعصير او الاكل. الطريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة، بدل ما تسيبيها وتركنيها وتقولي لا دي خضرة وما بتتاكلش، لا اعمليها بالطريقة ديت هتستوي معاكي وهتبقى زي الفل. شكرا للمتابعة، واتمنى تتابعوني في فيديوهات جاية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.